السلام عليكم. اليوم نسولف عن أسباب خسارة المنتخب الوطني العراقي. أول شيء اشترك بالقناة وفعل الجرس ويلا نبدي. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب. اليوم المنتخب العراقي شاهدنا المنتخب العراقي ضاع بصورة جدا ما كنا نتوقعها ولا متأملين بها. يعني اليوم منتخب ظهر بأداء ربما طبيعي أو حتى أقل من الطبيعي. طبعا هي أول خسارة، احنا ما نلوم المنتخب ولا ننتقد، لكن شوية نوعا ما أكو شغلات لازم الإدارة تشتغل عليها وتحاول تعالجها بأقرب وقت، لأن المرحلة الجاية مرحلة النقطة تفرق مو 3 نقاط. راح نشاهد الفريقين الكوري والمنتخب الأردني منتخبين صعبين، مثل ما يكون منتخب الأردن منتخب قوي وصعب، ومثل ما قلنا النقطة تأثر. اليوم المنتخب كله يعني ظهر بصورة ما أعرف، مو هذا الأداء اللي كنا متأملين به ولا هذا اللي كنا متوقعين من عندهم، باستثناء يعني جلال حسن الولد قدم اللي عليه واللي قدر عليه سواه، وإبراهيم بايش كأفضل تقييم حصل عليه لاعب اليوم المنتخب الوطني هو إبراهيم بايش اللي هو 7.5. أما بقية الأسماء ماكو لاعب، يعني أحسن واحد أيمن حسين وصل 7.3. الفريق كله كمنظومة اليوم دفاعية مو ذاك الأداء، يعني تحس إنه مصطفى سعدون اليوم شوية تايه بالمركز، ما يدري شو وقت يصعد وشو وقت يرجع، شو وقت يدافع، شو وقت يهاجم. ما عدل، يعني المفروض في الإدارة اليوم تحدد له شو وقت تقدر تهاجم. فريقك مضغوط عليه انت ما تتقدم، فريقك عليه ضغط انت المفروض ما تصعد حتى بالهجمة، هجمة مرتدة يصير عليك اللعب كل شيء فيه. انه نشوف اليوم مصطفى سعدون يصعد هواي ويرجع ويصعد هواي، اول شيء استنزف طاقته واستنزف يعني امكانياته كلها. يعني اللاعب اليوم تايه بمركزه شوي نوعا ما، عنده تايه. الاداره ما اعرف وين توجهات المدرب، وين توجهات الكادر الفني، دراسه اللعبه وين. انت اليوم عندك لعبه لازم تحضرها قبل اللعبه، تشوف الفريق من يهجم عليك شلون كمنظومه دفاع، من انت تهجم شلون كمنظومه هجوم. وما ننسى طبعا اليوم غياب سون ربما شوي خفف عن دفاعنا الضغط، لو سون موجود لا، يعني اليوم كان ضغط بعد اقوى يمكن نشاهد المنتخب الكوري. اما بقيه العناصر مثل علي فائز، اليوم علي فائز مو علي فائز ابد، مو علي فائز. اليوم تحاس انه جايب لك واحد لا مو فرق شعبيه، حتى الفرق الشعبيه يعني واحد اساسيات الطوبه ما يعرفها. اليوم علي فائز اليوم جدا سيء جدا سيء، يعني لا ابعد الحدود، ما قدم ذاك الاداء. شاهدنا اليوم علي فائز تعبان مرهق، ما اعرف السفر، تحضير المباراه، تدريبه، ما اعرف شو السبب، باستثناء انه عندك اليوم مرخص دوسكي شوي نوعا ما قدم اللي عليه، شيء قليل وان مو هواي. امير العماري قدم مباراه يعني جيده طبيعيه حلوه. اما بالنسبه لابراهيم بايش لا، ابراهيم بايش شفنا واحده اليوم خط النص، واحده يركض ياخذ الجهه اليمنى وياخذ الجهه اليسرى، يهجم يرجع يدافع. وايمن حسين مهاجم وحيد، انا ما اعرف شنو اسرار المدرب، يعني خيسوس كاساس اللعب مهاجم واحد، يعني انت ضد منتخب قوي وشرس يعني وصعب انه تخترق دفاعه، مهاجم واحد ليش؟ اذا انت عندك اكثر من حل بالهجوم. احنا جاي نشاهد انه الفقره الاساسيه للمنتخب انه جاي يلعب مهاجم واحد اليوم، وهذا الشيء مو ناجح بكل المباريات. طبعا اكو مباريات لا مهاجم واحد كافي، اكو ما اعرف يعني اصرار المدرب على لعب مهاجم واحد شنو الغايه منها، شنو الفكره ما اعرف. هل ما عندنا مهاجم ثاني مو هي ايمن حسين؟ هل انه دورينا ما عندنا مهاجم يستحق انه يلعب ويتواجد بشكل اساسي؟ ام هي يعني ما اعرف فكر المدرب؟ يعني ايمن حسين مهاجم وحده، احنا شفنا اللعبه اللي راحت ايمن حسين ما لعب ضد المنتخب الكويتي، الفريق يعني ظهر بصوره جدا مو طبيعيه، يعني المنتخب بلا روح، ماكو هجوم، اللعب تايه، باص طويل من الدفاع للهجوم، الدفاع شتت الكره، يبعد الكرات هواي، ماكو المهاجم اللي يستلم طوبه ويفتر على الجول، المهاجم اللي هي لاعب النص اللي يصنع لعب.
ابراهيم بايش وحده. شفنا يوسف الامام مو ذاك الاداء ذيك اللعبه راحت. ما اعرف زيدان اقبال عدم التواجد بالتشكيله، ما اعرف السبب اصابه او استدعاء من الناديه، ما اعرف شو المشكله الخلل وين. لكن اليوم منتخب ظهر بصوره جدا مو طبيعيه. تبديلات المنتخب اجت عن وقت كلش متاخر. انت شفت منتخب كوريا جاي يلعب ويضغط ويهاجم، لعبه على ارضه وبين جمهوره وتعادلت واخر ربع ساعه. سبب تاخيرك بالتبديلات ما اعرف ليش. المفروض التبديلات تجي قبل هيك وقت، تجدد روح الفريق، تجدد دم الفريق، خلي الفريق يلعب اريحيه شويه. عندك 5 تبديلات، تبديلين او 3 تبديلات او حتى 4 تبديلات، انت عندك 5. ممكن تخلي التبديل للوقت الاخير، الوقت الضايع. مهاجم ومهاجمين، يعني احنا نشوف يمكن اخر 5 دقائق او 7 دقائق يلا دخل مهاجم ثاني، دخل مهند علي ودخل يا مهاجم ثاني. شفنا تبديلات خط النص استنزف، ما عنده لاعب بالنص يلعب. طبعا اليوم شفنا هواي تخبط بالتشكيله، مع العلم انه اليوم لاعب لوكاس شيلمون. اليوم ما اعرف انا لوكاس شيلمون هذه اول مباراه له، ما اقدر احكم عليه، ما نقدر نقيمه. اول مباراه، لاعب جديد عن التشكيله، لاعب اساسي من اول مباراه، ما نقدر نقيم على اللاعب. لكن انت اليوم لاعب لوكاس شيلمون متقدم ارتكاز. امجد عضوان لاعب مهاجم، ما اعرف هذا الشيء صحيح. يعني اللاعب ارتكاز يا اما يرجع قلب دفاع او يتقدم خط النص. انت اليوم لاعب امجد عضوان مهاجم يعني من حسين، وهذا الشيء جدا غلط وشفنا ما استفادينا منه. وبالعكس الشوط كامل، الشوط الاول ما لوكاس شيلمون ما حتى المعلق ما ذكر اسمه. يعني انا كل مخيلتي انه هذا اللاعب بشار رسن، يعني تفاجئت بشار رسن موجود بالمنتخب ولاعب شوط اول. بالاستراحه اثناء التحليل انه عرفت انه هذا اللاعب لوكاس شيلمون. كان المفروض عندك هناك ترجع امجد عطوان اللي هو مكان ارتكاز وتدخل مهاجم ثاني ويا ايمن حسين. يعني انت ما تقدر تبقى تعتمد على ايمن حسين الى متى؟ يعني احنا شاهدنا لعبه الكويت ما ايمن، انتهى التعادل، ولو كان ايمن موجود لا كان النتيجه راحت غير التعادل، وكل احنا ندري بيها ونعرف بهذا الشيء. لكن الى متى يبقى المنتخب يعتمد على ايمن حسين؟ هذا الشيء غلط. ايمن حسين ربما اليوم مو اداء، مو برتمه، مو بكامل جهوزيته، ما كان بيومه. هواي نجوم عالميين يجي يدخل مباراه مو بيومه، ما يقدر يقدم الاداء اللي مريود من عنده ومطلوب منه. المفروض انه كان يسوي الحلول بين الشوطين، اشراك مهاجم ثاني، ايمن حسين، العفو مهند ميمي، او حتى احمد ياسين. يعني انت احمد ياسين اللعبه راحت موجود احتياط، دخلته اخر يمكن 4-5 دقائق. احمد ياسين يعني اللعبه راحت شفناه دخل يمكن اخر 4-5 دقائق. اليوم احمد ياسين يدخل اخر 10 دقائق او اقل من 10 دقائق. مع العلم انت كان عندك حلول وامكانيه انه بين الشوطين تقدر تدخل مهاجم ثاني، تسحب لوكاس شيلمون، ترجع امجد عطوان المركز اللي هو المتقدم وتلعب مهاجم ثاني. بالاضافه الى اليوم علي جاسم، ما اعرف هل هو الارهاق، التعب، النادي حاليا اخر 3 مباريات ناديه وما قاعد يلعب، يدخل احتياط، يدخل دقيقه 90. يعني لاعب جاهز كبدنيا، جاهز لان ما مرهق، ما عنده تعب، عكس بقيه اللاعبين مثل ابراهيم بايش ولا ايمن حسين ولا علي فائز ولا غيره. لاعبين قاعد يلعبون مع انديتهم ويقدمون مباريات 90 دقيقه ولعب واستمراريه. لكن عندك علي جاسم انت اليوم قاعد احتياط، ما اعرف شنو الغايه من بقاء علي جاسم بالاحتياط. اقلها تقدير انه بين الشوطين تسوي حلول. احنا ما اعرف المنتخب العراقي اول فقره به اللي هي دائما احنا نوقع بها اللي هي تبديلات. دائما دقيقه 70 يلا نبدي تبديل، 70 الى 80 بهذا الوقت. زين احنا ليش ما نسوي تبديل بين الشوطين؟ ليش ما نسوي تبديل دقيقه 60 نشوف اللاعب، نشوف اكو خلل. اليوم عندنا المنظومه الدفاعيه مصطفى سعدون ما قدم ذاك الاداء، كان المفروض يتبدل اليوم. احمد يحيى قدم اللي عليه وعاشت ايده وكفو بطل، بس مع ذلك اليوم احنا شاهدنا كنا خط الدفاع اداء يعني طبيعي اليوم، ما هذا المتوقعين عنده. النص ما عدا بايش، ابراهيم بايش هو اللي يتحرك مره يمين مره يسرى، مره يصعد من الهجوم،
هواي استنزف من طاقته اليوم. شاهدنا يعني ابراهيم بايش لاعب وقدم اداء ومجهود، بذل مجهود جدا كبير. ايمن حسين لاعب جاي يقدم، يعني كل مباراة لحد هذه المباراة العاشرة على التوالي ايمن حسين يسجل هدف، كل مباراة قاعد يلعب يسجل هدف، اللي عليه جاي يقدمه. السبب الثاني انه المهاجم الثاني ما عندنا مهند علي ميمي. العراق كله يدري بيه انه هذا اللاعب خلال هاي الفتره، احنا ما نقول لاعب كم مستواه بشكل عام، هذه الفتره مو مهند اللي عرفناه اللي قبل سنتين وثلاثه واربعه. اللاعب سواء كان بديل او اساسي، لاعب يدخل يسجل هدف، خطر، يركض على المستوى الثلث الهجومي كله، ساعه شوفه يمنى ساعه يسرى، متابعه، ضغط على حارس المرمى. مهند علي هذه الفتره مو ذاك مهند، ما اعرف انه سبب الاصابه ربما اللي تعرض لها قبل سنتين وقعد موسم كامل كان السبب. لاعب يخاف شوي من الاصابه، ما اعرف شنو المشكله، لكن اليوم اداء جدا مو مقنع، ولا هذا اللي نتمنى من عنده ونطلب انه من عنده هيك اداء. لا احنا بالعكس نطمح الاداء اجمل واقوى واحسن. انت مقبل على كاس عالم على هذا الاداء، على هذه المجموعه عناصر جيدة ونجوم ومواهب شابة، لكن هذه طريقة اللعب هذه والأداء هذا ما راح يوصلك النتيجة. أنت صحيح تصعد كأس العالم، لكن هذا الشيء يعني ما راح يسوي لك أي شيء، أي إضافة ما راح يضيف لك، يعني حتى ممكن أنه تطلع من المجاميع من دون أي نقطة. يمكن حتى بالمجموعات يعني أتوقع أنه على هذا الأداء، كالأداء اليوم مجمل المباراة من منتخب كوريا وحتى من منتخب فلسطين اللي هو مو منتخب اللي متمرس ومنتخب الصفوة بقارة آسيا، هذا الأداء إذا وصلت لكأس عالم أنت حتى يمكن بالمجاميع تطلع من دون أي نقطة واحدة. نحن نريد منتخب روح قتالية، إصرار، العزيمة، اللاعب يثبت نفسه، الكادر الإداري عنده حلول أكثر من حل، مهاجم أكثر من مهاجم. يعني علي الحمادي التصفيات كلها يدخل دقيقة 80، زين لاعب ما اعرف شنو الفائدة انت جايبه مهاجم دخل دقيقة 80، انا يا اما اعطيه امكانية والعبه شوط كامل او اعطيه فرصة يلعب مباراة اساسي، او ما اعرف اخليه قاعد على المصطبة احسن ما اشركه. يعني دقيقة 80 لاعب شنو الاضافة اللي يقدر يسويها الفريق ضد منتخب الكويت ولا منتخب فلسطين ولا منتخب عمان اول مباراة. هسه اللاعب هذه المباراتين ما متواجد، بس المباريات اللي قبلها يعني كاس اسيا يدخل دقيقة 80، شنو اللي تريده منه؟ حتى اللاعب ما عنده الامكانية والروح والرغبة انه يقدم اداء، يعني شوف روحه مظلوم بالمنتخب، ما عنده يعني من يسانده ومن يدعمه. حتى الشارع العراقي نفسه يدعم ايمن حسين، من تقول لك ايمن ابو طبر، يعني احنا ليش بس ايمن؟ يعني احنا رجعنا لزمن يونس محمود، احنا كان من المنتخب العراقي يونس محمود فقط، يونس محمود ماكو منتخب العراق، ماكو اداء، ماكو روح قتالية، ماكو قائد. صحيح ايمن لاعب ونجم وكبير وقائد وروح قتاليه، لكن البديل وين؟ احنا الدوري عندنا ما شاء الله يعني خير من الله انديه وهواي اللاعبين موجودين، ماكو لاعب يستحق انه يكون بالمنتخب يتواجد ويا ايمن. ما عندنا لاعب محترف سواء الخارج، عندنا هواي لاعب اكو مثلا على عباس ولا مهند علي ميمي، هواي مهاجمين عندنا بالدوري. الدوري غني باللاعبين وغني بالمهاجمين وكل المراكز، لكن اليوم ما اعرف سوء حظ او المنتخب ما كان بادائه مو يومنا اليوم. المنتخب الكوري هماتين نحن لا نظلم المنتخب الكوري، المنتخب الكوري لعب وقدم واداء ولعب منتخب على ارضه وبين جمهوره، يعني لازم يجي لك هان 3 نقاط، يعني من غير ال3 نقاط ما اقبل حتى نقطه واحده، خساره هذه نقطه واحده، يعني انا العب على 3 نقاط، لو 3 نقاط ما ماكو. تشوف المنتخب الكوري يلعب كتله واحده، يهاجم ويدافع، منتخب متطور مهما يكون متطور بالنسبة لنا تطور أكثر من عندنا، لكن احنا اليوم هذا منتخبنا على هذا الأداء ما يبشر بخير يعني صراحة. إن شاء الله القادم أفضل والأحسن، لكن يعني نتمنى من الكادر الإداري والمدرب والكادر الهيئة الإدارية للمنتخب الوطني إنه تلاقي الحلول بأسرع وقت. يعني أنت بديتها حاليا هسه، المراحل اللي جاية مثل ما قلت لك هي مرحلة النقطة مهمة مو 3 نقاط. يعني انت اليوم خسرت يا كوريا، ربما باكر عقبه لا سامح الله عندك تتعرض لخسارة ثانية، هذا الشيء راح ينزلك يمكن مركز ثالث او رابع.
او حتى مثلا خامس في حال الوراك لعبوا وفازوا اخذوا نقاط، لان هي المباراة هذه النقطة تفرق. فاحنا بكل الطرق لازم انه نوصل صورة حل، يا اما التبديلات والمهاجمين العناصر. يعني احنا جاي نشاهد كل مباراة عن الثانية فرق 4 لاعبين الى 3، ماكو استمرارية على التشكيلة ثابتة. ما اعرف، عدم قناعة المدرب باللاعبين اللي موجودين واللي يشاركون. المباراة اللي وراها ما مقتنع بيهم، ولاعب ما مقتنع بيه على شنو اصلا يسحبه. لكن نتمنى مهما يكون نتمنى الافضل لمنتخبنا الوطني ان شاء الله. المباريات القادمة نشاهد اداء اجمل، ويعني عناصر تستحق انه تلعب شوط اساسي، اقل تقدير الشوط اساسي. التبديلات الحلول المتوفرة لازم عندك اقل شيء 3 إلى 4 عناصر ذولا اللي يعني قادرين على تغيير مجرى المباراة، مو نتيجة. ربما النتيجة يكون صعبة بس يغير مجرى المباراة من فريق منضغط وفريق عليه تكتل هجومي ويرجع دفاع إلى فريق ينوع باللعب، هجمة على اليمين هجمة على اليسار من العمق، يسيطر معركة خط الوسط. احنا دائما نشوف منتخبنا معركة خط الوسط خسران، ما عندنا المنتخب يعني العناصر اللي تسيطر على النص. انت اليوم تسيطر على خط النص، سيطرت على مجرى المباراة، انت تحكمت باللعبة، انت اللي تحدد شو وقت تهاجم، شو وقت تدافع، شو وقت تضغط، شو وقت ينضغط عليك، شو وقت تبني هجمة صحيح، شو وقت ترجع تبني هجمة من حارس المرمى وتصعد. من تسيطر على خط النص انت سيطرت على المعركة، لزمت المباراة كلها بايدك. نتمنى الكادر الاداري والمدير الفني للمنتخب الوطني المدرب خيسوس كاساس يعني ايجاد حلول وفرص باسرع وقت. يعني مثل ما قلنا المباريات الجايه مباريات كلش مهمه، وضروري لازم النقطه ما نفوتها. 3 نقاط عندك مباريات على ارضك راح تلعبها، يعني هاي لازم انه نظام الفوز اقل شيء، لان على ارضك انت فايز بيهن. بقيت المباريات اللي خارج ارضك حسب ظروف المباراه. ونشاهد انه يكون مهاجم ثاني ويا ايمن حسين يلعب، محمد علي لازم ينطي فرصه ويلعب اساسي، ويلعب 2 مهاجمين. انا اليوم ليش اصر على المهاجم الواحد باللعبه؟ العب 2 مهاجمين، واحد يلعب. شاهدنا بكاس اسيا يمكن لعبه اليابان او ما اذكر بالضبط يا لعبه، محمد علي موجود وايمن حسين قدامه يهيئ له، يعني لاعب مهاجم يهيئ والثاني يضغط. احلى لعب يعني نشوف مهاجم ايمن حسين من يضغط ياخذ يا مدافع او مدافعين على الاقل شويه تحريه المهاجم ثاني، بينما انت اليوم تلعب مهاجم واحد يعني هو ايمن حسين، 2 مدافعين عليه. يعني الولد شنو اللي يقدر يسويه؟ 2 المدافعين عليه وهو وحده، ماكو المهاجم الثاني اللي يسمع له او يموه يعطي مجال مهاجم ثاني، هو مهاجم واحد. وهذا الشيء جاي نشوفه غلط. لحد دقيقه 70 يلا احنا نلعب 2 مهاجمين. على كل هارتك منتخبنا الوطني، والف مبروك للمنتخب الكوري، وان شاء الله القادم افضل واحسن، ويا رب تأهل كاس العالم عن قريب ان شاء الله. اشترك في القناه وفعل الجرس.